مرحب السيوفي. ازيك يا حنان؟ ازيك يا اختي؟ بقالنا كتير ما شفناكيش. وايه اللي جابك عندنا بقى ان شاء الله؟ هو رحيم مش قاعد عندكم ولا ايه؟ هو قال لي كده. صح يا اختي، انا اسفه. اتفضلي يا اختي، اهلا وسهلا. سامحني يا بابا عشان خاطري، والله العظيم ما بايدي. انت ما تعرفش انا عملت ايه مع سيد بعد اللي عمله معاك انت وهشام. أنا كويس دلوقتي يا بنتي. عشان خاطري يا بابا. السيد مسكني من ايدي اللي بتوجعني، بيهددني، عايز يطردني وعايز يحرمني من العيال كل ما بجيب سيرتكم. وانت عارف بقى البهدله اللي اتبهدلناها بعد رحيم. ما تشيليش هم يا رحاب، كل حاجة هترجع زي ما كانت. طب والختمة الشريفة يا اخويا كان على عيني انك تمشي امبارح. قلبي كان بيتخلع من صدري كده وانت ماشي. كان نفسي اقول لكم تقعدوا معايا انت وبابا. المهم يا بنتي دلوقتي نلاقي هشام، حتى البت اللي ماشي معاها ما بتردش علينا. دي مراته يا بابا. لما سيد طردك انت وهشام انا كلمتها عشان اسال عليكم، وهي حلفت لي انها متجوزاه. طب ما تعرفيش البت دي قاعدة فين؟ البت دي ممكن نعرف منها حاجة تدلنا على اللي خطفه هشام. اعرف، هي قالت لي، بس انا مش عارفه اذا كانت موجوده هناك دلوقتي يعني لسه ولا لا. انت بتعملي ايه يا بنت؟ اوعى تشتم. انت طبطت في مخك؟ ايه؟ بسمعهم يمكن يكونوا بيقولوا نصيبة زي اللي حصلت قبل كده. واحدة جاية تزور أخوها وأبوها، النصيب اللي هتصل في كده. بيتي. بيتي؟ ايوه بيتي، ولازم اعرف كل اللي بيحصل تحت سقف. وقعد هو وابوه واخته جاياله، ايه، قاعده في محطه مصر. خلاص بشوف له شقة يتهدي بقى. ما بتهدش. طب يلا خش نام، يلا. كان نفسي اقعد معاكوا اكتر من كده، بس لازم ارجع قبل ما سيد ياخد باله. ربنا يعينك عليه يا بنتي. يا رب يا بابا يا رب. خلي بالك من نفسك يا رحيم، وما تأمنش لحد، لأي حد. فهمني يا رحيم؟